أهلا بكم، يلا نبدأ الجزء الثاني من قصة الشيخ حامد آدم الساحر التائب. كنا واقفين عند الكرامة التانية اللي هي كان إنه بيجيب الحطب يحطه على البير بالعرض ويمشي عليه، وزي ما قلت لك إن الحطب ده ضعيف جدا، يعني بس أنت لو مسكته بإيدك هتكسره، فمستحيل إن أنت هتمشي عليه، ده شيء مستحيل. دي كانت كرامة عند الشيخ حامد بيقدر يعملها، هو كان بيقول إن الجن بيرفعه، لكن الله أعلم. أما رابع كرامة كانت عنده وهي في الاحتفالات عند البدو، الناس اللي هتعرف كانوا بيعملوا شاي ويوزعوا للناس، يعني مثلا ممكن يعملوا صينية عليها فوق 50 كوباية شاي ويوزعوهم، يكون في حد مخصوص قاعد بيعمل الشاي ده وفي حد اسمه بيخدم يجي يشيل الشاي ده يوزعه. المهم الراجل اللي كان قاعد بيعمل الشاي ده كان بيعمله ويصبه وينادي على الشيخ حامد يقول له الشاي خلص. الشيخ حامد كان بس بيبص على صينية الشاي ويديها غمزة، صينية الشاي تترفع وتيجي تتحط قدامه. بعد كده كان بيؤمر ان الشاي ده يتوزع على كل اللي قاعدين واحد واحد. دي برضو حاجة من اللي كان بيقدر يعملها الشيخ حامد. الشيخ حامد قال انه كان عنده كرامات كتير جدا، اللي انا حكيت لك عنها جزء صغير جدا، بس بختصر لك بعض من الحاجات اللي كانت عنده. الشيخ حامد من كتر الحاجات اللي كان بيقدر انه يعملها الناس كانت بتفضل تدعي له وتسجد له من غير ربنا، بس كانت تيجي قدام رجليه تسجد. انت متخيل هو كان واصل عند الناس لفين؟ وفضل حامد عايش على هذا الحال لمدة 17 سنة كاملين، لحد لما جاله شاب اسمه محمد. محمد ده شاب عادي صغير، كان تاجر صابون بيسافر يشتري الصابون من بلد تانية ويرجع تاني يبيعه في السودان. محمد ده كانت بتقابله شوية مشاكل أثناء السفر، ففي ناس قالت له إن في شيخ واصل اسمه الشيخ حامد عنده كرامات، روح له هو يحل لك كل المشاكل دي. الراجل قال لهم ماشي، وفعلا راح لحامد. لكن أنت عشان تقعد مع الشيخ حامد لازم في شوية حاجات تبقى عارفها. مثلا وأنت داخل، مجرد ما تدخل المكان لازم تقعد على ركبتك وتمشي زاحف لحد ما توصل للشيخ حامد، ولما توصل هناك لازم تكون عينك في الأرض، لأنه ولي من أولياء الله الصالحين بقى وكده، أنت فاهم. المهم الراجل راح وما عملش أي حاجة من الحاجات دي، والآخر راح قاعد قدامه على طول. المهم الناس اللي كانت قاعدة في المكان كلهم قاموا عشان يبعدوا محمد عن الشيخ، ازاي انه يتجرأ ويقدر يعمل كده. المهم الشيخ حامد قال لهم سيبوه. الراجل قعد وقعدوا يتعرفوا على بعض، انت منين، اسمك ايه، الكلام ده كله. بعد كده بدأ انه يحكي له عن تفاصيل حياته الشخصيه. قال له ان انا اسمي محمد وبروح اشتري من بلد تانية صابون وباجي ابيعه هنا في السودان، وفي ناس دلوني عليك ان انت راجل ولي من اولياء الله الصالحين ودعوتك مستجابه. المهم الشيخ حامد قال له انا ولي من اولياء الله الصالحين، تعال اقعد جنبي. كل الناس اللي كانت قاعده في المكان اللي قاعد فيه الشيخ حامد ومحمد استغربوا استغراب شديد جدا، اللي هو ازاي شخص عادي جدا يقعد جنب الشيخ حامد، ده ولي من اولياء الله الصالحين، ازاي عملوا المعامله دي. المهم الشيخ حامد امر بنزول الضيافه للراجل، شاي تمر الكلام اللي بيقدموه ده. المهم محمد فضل قاعد مع الشيخ حامد شويه، بعد كده قال انا هروح اجيب بضاعه وارجع لك تاني. وفعلا محمد راح ورجع تاني بعد فتره، ولما رجع اول لما وصل سأل الشيخ حامد سؤال، قال له انت فعلا عندك كرامات وتقدر تعلم علم الغيب وكل الكلام ده؟ حامد قال له ايوه، انا ولي من اولياء الله الصالحين واقدر اعمل اي حاجه انت عاوزها. قال له تعمل اي حاجه اقول لك عليها؟ قال له اي حاجه هتقول عليها هعملها لك. حامد اقترح عليه، قال له اعمل لك كذا اعمل لك كذا اعمل لك كذا، لكن محمد ماسك لا شكرا. حامد قال له طب انت عايزني اعمل لك ايه؟ محمد قال له انا هقول لك تعمل ايه. محمد سأل الشيخ حامد قال له انت عندك خدام؟ الشيخ حامد رد عليه قال له اه. محمد قال له الخدام دول ايه؟ قال له روحانيين. قال له يعني ايه روحانيين؟ قال له ملائكه. فمحمد قال له يا شيخ ما فيش حاجه اسمها روحانيين ملائكه، الروحانيين دول من الجن. بدات ملامح الاستغراب تظهر على وش الشيخ حامد. قال له يعني ايه؟ يعني اللي بيخدموني دول مش ملائكه؟ محمد قال له يا شيخ ما فيش حاجه اسمها ملائكه بتخدم بشر، الملائكه خلقت عشان تخدم ربنا بس، اما انها تخدم بشر فده مستحيل، مستحيل ان ملك ياخد منك امر ابدا. محمد قال له ازاي؟ انا متاكد ان اللي بيخدموني دول ملائكه. قال له طب بص انا دلوقتي هقول لك هم فعلا ملائكه ولا مش ملائكه. قال له تمام. قال له البير اللي بيخدموه دولك اسمه ايه او الملك بتاعهم؟ الشيخ حامد رد وقال له اسمه شهشهوبي. قال له ناديه. قال له اتحداك انه لما يشوفني هيجي. حامد رد باستغراب وقال له ليه؟ انت هتعمل له ايه؟ مش فاهم. قال له مش هعمل اي حاجه، كل اللي هعمله اني هقرا ايه الكرسي. الشيخ حامد اتعصب جدا، قال له انت تعرف ايه الكرسي اكتر مني؟ قال له لا انا ما اعرفش ايه الكرسي اكتر منك ولا حاجه، انت تعرف اكتر مني، لكن انا بتحداك انك لما تنده شهشهوبي وانا بقرا ايه الكرسي مستحيل انه هيجي. حامد اتعصب جدا، يعني انت بتتحداني في الحاجه اللي انا طول عمري مضيع حياتي فيها عشان اتعلمها؟ انا احسن منك في كل حاجه، احسن منك في القران ده. محمد سأل الشيخ حامد قال له انت بتقرا ايه الكرسي ازاي؟ رد الشيخ حامد قال له انا بقراها بالبواطن، اما انت يا محمد بتقراها بالظواهر. محمد رد عليه قال له ما فيش حاجه اسمها كده، ايه الكرسي هي ايه الكرسي. قال له لو انت قريت ايه الكرسي هيجي؟ الشيخ حامد قال له هيجي.
قال له لكن لو انا اللي قريتها وانت ناديت عليه مستحيل يجي. وفعلا محمد قرأ آية الكرسي والشيخ حامد نادى على شاشهوبي، لكن شاشهوبي ما جاش، كان واقف على مسافه بعيد جدا. لما الشيخ حامد كان بينادي عليه شاشهوبي كان بيشاور على محمد ويقول له خليه. لما الشيخ حامد سأل محمد قال له اشمعنى ما رضيش يقرب اكتر من المسافه اللي هو كان واقف فيها، محمد رد عليه وقال له ان المسافه اللي هو كان واقف فيها دي ده مدى صوتي، يعني لما هو كان واقف هناك كده صوتي ما كانش واصل له، لكن لو كان قرب صوتي كان هيوصل له وكان هيتحرق. حامد ما صدقش الكلام ده كله وقال له انت بتكذب عليا. قال له طب اقراها لك بصوت اعلى وكل لما اعلي صوتي هو هيبعد اكتر. قال له ماشي اعمل كده. وفعلا محمد كل لما كان بيعلي صوته كان شاشهوبي بيبعد اكتر واكتر لحد لما اختفى تماما من قدامهم. طبعا في الوقت ده الشيخ حامد وشه قلب الوان. محمد مزود الطينه بله وقال له يا شيخ اللي انت فيه ده ما اسمهاش كرامات، اللي انت فيه ده اسمه سحر. حامد طبعا اتجنن، قال له سحر ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ قال له والله كل اللي انت بتعمله الفتره اللي فاتت ده اسمه سحر، وانا اقدر ابطل لك كل اللي انت كنت بتعمله ده مش في السر، انا اقدر ابطلها قدام الناس كلها بقراءه القران، بس القران الواضح مش اللي انت بتقوله يا شيخ حامد. قال له ازاي؟ انا بقرا بالخواتيم. محمد رد عليه وقال له ما فيش حاجه اسمها الخواتيم والظواهر والبواطن، الدين دين والقران قران والسنه سنه، اما الخواتيم اللي انت بتقول عليها دي مش موجوده لا في السنه ولا في القران ولا في اي حاجه. الشيخ حامد رد عليه قال له ايه هي السنه بالنسبه لك؟ رد محمد قال له السنه هي التي ذكرت في صحيح البخاري صحيح مسلم والامام ابن حنبل الى اخره. قال له هل اللي انت بتقرا بيه ده ذكر في كتب من اللي انا قلتها لك؟ قال له لا. قال له هل ذكر في القرآن؟ قال له لا. قال له يبقى ليس له أساس من الصحة. بص في إيد حامد لقى في إيديه خاتمين. قال له يا شيخ اللي أنت لابسه في إيدك ده؟ قال له ده خاتم داوود. قال له في حاجة اسمها خاتم داوود؟ قال له آه. قال له هل ذكر في القرآن؟ قال له لا. قال له ذكر في السنة؟ قال له لا. قال له يبقى مفيش حاجة اسمها خاتم داوود. اللي لابسه في صباعك التاني ده إيه؟ قال له خاتم سليمان. قال له نفس الكلام. هل ذكر في القرآن؟ لا. طب في السنة؟ لا. قال له يبقى مفيش حاجة اسمها خاتم سليمان. محمد قال له اللي أنت لابسه في إيدك ده طلاسم وشرك بالله. وقال له كمان اللي انت بتعمله او اللي بتتعامل بيه مش كرامات، ده اسمه سحر. حامد رد عليه وقال له انا ساحر؟ انا ولي من اولياء الله الصالحين. محمد قال له لا انت ساحر. كل اللي كان على لسان حامد في الوقت ده لا حول ولا قوه الا بالله. محمد قال للشيخ حامد انه هيرجع السودان تاني، هيجيب له كتاب صغير يقراه. وفعلا محمد راح السودان ورجع تاني للشيخ حامد بكتاب اسمه حصن المسلم. وقال للشيخ حامد انه لازم كل يوم بعد صلاه الصبح وصلاه العصر يقرا حصن المسلم. وقال له انه ما ينفعش يسيب فرض من الصلاه تاني. وقال له انه لازم في كل فرض يقول اللهم أرني الحق حق وحببني فيه وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطل وكرهني فيه وارزقني اجتنابه. وربنا فعلا استجاب للشيخ حامد وبعده عن السكة اللي هو كان ماشي فيها. واحد دلوقتي يسأل نفسه ليه بعد لما مشي محمد من عند الشيخ حامد ليه شاشهوبي ما حاولش انه يرجع لحامد تاني ويأذيه؟ لأن ببساطة حامد قال انه ما كانش شاشهوبي بيظهر غير لما يقول الشفرة اللي هم متفقين عليها، لكن ما قالش الشفرة شاشهوبي ما كانش بيظهر. حامد قال ان اللحظة اللي محمد قام فيها من مع حامد خد تعهد مع نفسه انه مش هيقول الشفرة تاني طول حياته. حامد فعلا بعد كل صلاة كان بيقرا الاذكار وبيقول حصن المسلم زي محمد قال له بالظبط. عاد مرة واحدة كان حامد مسافر فيها ونسي انه يقرا الاذكار دي، كان مسافر من السودان وفاتت عليه كمان صلاة العصر وما قالش الاذكار زي ما قلت لك، وكمان ما قراش حصن المسلم بعد صلاة العصر. محمد كان منبه عليه انه لازم يقرا حصن المسلم كل يوم بعد صلاة العصر ما يفوتش يوم. واثناء سفره من السودان حامد بيقول ان هو كان معدي من جنب شجرة الغصن بتاعها شد وجه في صدره، وقال ان دي كانت اقوى ضربة انا ضربتها في حياتي. حامد بعد كده عارف ان الضربة دي كانت مش من شخص، الضربة دي كانت من جن. حامد لما اتسأل عن ازاي كان بيشوف الجن زي ما قلت لك قال ان هو عمره ما شافه في صورته الحقيقيه، قال انه كان دايما بيشوفه في شكل ظل، حمار، حصان، جمل او ديك اسود، وكانوا بيظهروا له دايما باللون الاسود عامه. وفي كتب الديانه الاسرائيليه في روايه بتقول ان اول لما ربنا خلق الجن ربنا قال للجن تمنى، فكانت امنيته ان لا يرى ولكن يرى، وان يغوص في الارض والماء، وان يشيخ مرتين. عشان كده ممكن تلاقي جن عايش 1000 سنه عادي جدا. نرجع تاني لتواصل حامد مع الجن. حامد زي ما قلت لك ما كانش بيشوف الجن في صورهم الحقيقيه، اما الكلام اللي كان بيدور بينه وبينهم كان عن طريق موجات صوتيه محدش بيسمعها من اللي قاعدين غير حامد بس. حامد كان بيبدا انه يتواصل مع شاشهوبي اول ما حد يجيله عشان يحل له مشكله او كده. اول حاجه كان بيعملها حامد كان بيامر شاشهوبي انه يتواصل مع قرين الشخص ده وقرينه يحكي له كل اسراره، وحامد يبدا انه يقولها له فهو ينبهر، فهو بقى يفهم انه كان بيعرف علم الغيب والكلام الذي ليس له الا من الصحه ده كله. وانت لو شخص تعرف دينك كويس هتتاكد ان كل الكلام ده غلط وكذب في كذب، لان ربنا قال في القران قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، لا جني ولا ملك ولا دجال ولا اي مخلوق يعرف علم الغيب. اما عن الطلاسم وطريقه كتابتها وحقيقتها، حامد قال ان الطلاسم دي بتتكتب على حسب طلب الشخص اللي بيروح للساحر
بيطلب منه كذا، فهو بيكتب الطلاسم على اساس الطلب اللي اتطلب منه. يعني مثلا شخص راح لساحر وطلب منه يعمل سحر لشخص تاني انه يؤذيه. خلينا ناخد المثال على حامد مثلا. حامد بيبدا انه يكلم شاشهوبي يقول له انا عاوز كذا وكذا وكذا. شاشهوبي بيطلب منه كام حاجه كده ان هو يعملهم، وهو اللي بيمليه الطلاسم اللي تتكتب. يعني مثلا بيقول له اكتب الايه الفلانيه بالطريقه الفلانيه واختمها بختم سليمان مثلا او ختم داوود. والاختام دي هي الرسومات اللي بتكون موجوده على السحر، زي مثلا نجمه داوود، الحاجات دي. ودي الاختام اللي بيتختم بيها السحر. لكن الختم ده بيكون على حسب الختم اللي شاشهوبي امر بيه حامد. مثلا بيقول له اختم ختم داوود، ختم سليمان، ختم تاني احنا ما نعرفوش. وعلى اساس الختم ده بيبدا الجن ينفذ اللي اتكتب في السحر. اما عن انواع السحر اللي قال عليها حامد، فحامد قال ان السحر 4 انواع: سحر ناري، سحر ترابي، سحر مائي، وسحر هوائي. خلينا نبدا بالسحر الناري. ده نوع من انواع السحر. حامد او الشخص اللي بيعمل السحر ده بيجيب ورقه يكتب عليها اسم الشخص واسم امه. قال سالني اللي بيكتب اسم امه ليه مثلا ما بيكتبش اسم الاب؟ لان امك هو بيكون متاكد ان هي امك. يعني ما ينفعش مثلا ابوك يكون متجوز واحده تاني فتحمل وتخلفك فيروح جايبك مديك لواحده تانيه ودي امك. لا، الام هي اللي حملت وخلفت، مهما رحت عشت مع دي بتبقى امك. عشان كده بيختار الساحر اسم الام مش اسم الاب، عشان يقدر يتارجت الحد اللي بيعمله السحر ده صح. لان اللي راح يعمل سحر ده هو مش بيكون متاكد هو ايه دنيته. امه متاكدين ان هي امه. طب هل ابوه هو ابوه؟ الله اعلم. لان اللي راح يعمل السحر ده هو بيكون فاقد دين ودنيا واخره وكل حاجه. خلينا نرجع تاني للسحر الناري. السحر ده الساحر بيجيب ورقه يكتب فيها طلاسم معينه على حسب اللي ملاها له الجن زي ما قلت لك، ويبدا يكتب اسمك واسم امك ويكتب ارقام معينه بيمليها ليه برضو الجن. الارقام دي مش بتكون عشوائيه، الارقام بتتكتب بطريقه معينه داخل مربع وبترتيب معين، بحيث انك لو جمعتها بالطول تديك 15، العرض تديك 15، اي طريقه تجمعها بيها هتديك 15. وبرضو على حسب نوع السحر اللي بيتعمل. وقت ما الساحر بيخلص كتابه الارقام، الساحر بيجيب حته نحاسه يلفها على السحر بعدين يحطها في الجمر المولع. اما العمل الترابي، العمل ده بيتعمل برضو يتدفن في المقابر. وقت الشخص بيكون حي لكن ميت، بيبدا يجيله امراض لا وجود لها اصلا، مهما راح لدكاتره كبيره مستحيل انها تتحل. اما النوع اللي بعد كده وهو السحر الهوائي، والسحر ده صعب فكه جدا 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 من هنا لبكره. لان السحر ده الساحر بيعمل العمل ويلفه بخيط ويربطه في اي طائر ويخلي الطائر يطير. طول ما الطائر ده بيتحرك الشخص اللي بيعمله العمل ده بيموت حرفيا. اما النوع الاخير وهو السحر المائي، السحر المائي ده بيتعمل ويترمي في الميه، ولازم تكون الميه دي ميه ساريه. يعني ما ينفعش مثلا يترمي في مستنقع ميه، لازم بحر، شلال، اي ميه ساريه. وحامد كمل وقال ان مفيش حاجه اسمها سحر اسود وسحر ابيض. قال مفيش الكلام ده، قال ان الكلام ده بيقولوا السحرة عشان بمعنى اصح يروجوا لشغلهم، لكن السحر سحر، اللي احمر ليه اسود، كل ده شغل ماركتنج يعني. وحامد قال انه كان بيطلب منه اوقات كرابين يعملها للجن، وفي نفس الوقت بيستخدم الدم ده يعمل بيه السحر. وقال ان مفيش حاجه اسمها جن طيب بيساعد الناس او يعمل خير. قال ان الكلام ده كله مش حقيقي. قال ان الكلام ده بيستخدمه السحرة عشان يضحكوا الناس مش اكتر. لما الجن عشان يخدمك لازم ياخد منك حاجه قصاد الخدمه اللي بيخدمها لك دي. وحكى موقف حصل معاه. قال انه بعد لما تاب جات له ست عندها شويه مشاكل كده، فحاول انه يحلها بالقران يعني وكده. ولما بدا انه يقرا عليها القران بدا الجن اللي عليها انه يحضر، وبدأ انه يكلم حامد ويقول له ان هو جن مسلم، وقال له كمان ان هو عاوز يبقى معاه ويساعده، وقال له هقدم لك اول مساعده عشان اكون صادق معاك. قال له ايه المساعده اللي انت هتقدمها لي؟ قال له افتح الدرج اللي قدامك هتلاقي في ورقه مكتوب فيها العلاج بتاع الست دي. حامد فتح فعلا الدرج ولقى فعلا الورقه ومكتوب فيها ان الست دي تعملها كذا وكذا وكذا، وعشان ترجع تاني لطبيعتها محتاجه كذا وكذا وكذا. وكمان كان مكتوب اسم الساحر اللي عمل السحر ده، وكمان كاتب انه قدر يدخل جسمها لما كانت هي في الحمام وعماله تغني. وفعلا حامد لما سأل البنت حصل لي كذا كذا في الحمام وانت بتستحمي، قالت له اه. لكن حامد ما رضيش يقبل المساعده بتاعته وقال له لو انت مسلم بجد اقرا الشهاده، والجن فعلا قرا الشهاده. حامد رد عليه قال له انت دلوقتي اخ ليا في الدين، لكن شكرا انا مش عاوز مساعده. لان الراجل ده شاف منهم كتير جدا، وزي ما قلت لك هم ما بيخدموش لله، هو ما كانش عايز يتعامل معاهم اصلا. عايز اقول لك ان حامد لما تابهم ما سابوش في حاله، فضلوا كل شويه ان هم يقولوا، بالاخص كان بيجي له شاشهوبي وكان دايما بيطلب منه انه يرجع تاني، وقال له ان الجن هيساعدك بكل ما يملك من قوه وهيجيب لك كل اللي انت عايزه، ذهب، فلوس، سلطه، اي حاجه تطلبها هتجيلك. لكن حامد رفض رفض تام ورجع تاني للطريق الصح وعباده ربنا بعيد عن الطريق ده. لكن طبعا هم زي ما قلت لك ما سابوش في حاله، هم حاولوا يؤذوه كذا مره، لكن حامد فضل ماشي على الاذكار والصلاه من غير ما ياخد فرض. والمره الوحيده اللي حامد نسي فيها يعمل الكلام ده كله اذوه وحاولوا ان هم يموتوه كمان،
لكن ربنا نجاه في المره دي باعجوبه لما كان مسافر ومره واحده لقى جذع الشجره نازل على دماغه زي ما قلت لك، وقال انها كانت اقوى ضربه ضربها في حياته. لكن في الوقت ده ربنا نجى حامد باعجوبه فعلا. مش بس الموقف ده، حامد كمان قال انه كان كل شويه بيفضل يشوفهم لكن مش بيقدروا يقربوا منه بسبب ان هو كان محصن نفسه ومحافظ على الصلاه كويس جدا، الصلاه الصح مش الصلاه اللي هو كان بيؤمر انه يعملها. عاوز اقول لك في النهايه ان اللي وصل حامد للطريق ده هي الغيره انه شاف شخص واصل لحاجه فحب انه كمان يوصل لها لكن باي طريقه، ما فكرش اللحظه هو بيعمل ايه او هو ماشي في طريق عامل ازاي. في النهايه عاوز اقول لك حامد الحمد لله فاق وتاب وعرف هو كان بيعمل ايه وعدل مساره ومشي صح. متنساش ان اخواتنا في فلسطين واخواتنا في السودان. كان معاك ماجد، سلام.